كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم وإن شاء الله تكونوا بصحة وتكونوا بعافية دايما بإذن الله. النهاردة أقدم لكم وجبة سهلة جدا من غير استخدام دجاج أو استخدام لحوم أو استخدام سمك. كل اللي هنعمله هتكون الوجبة دي متكاملة فيها كل العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الجسم، وفي نفس الوقت خفيفة قوي على المعدة، ومش هتاخد مننا لا وقت ولا مجهود، وطعمها في منتهى الجمال. يلا بينا مع بعض نشوف هنعمل الطريقة ازاي مع بعض. اول حاجة عندي فلفل اصفر وفلفل احمر حسب عدد افراد الاسرة، وعندي كمان بقطعه حلقات وباخد اجزاء منه بقطعها الى قطع صغيرة، ومعاه الزيتون الاخضر ومعاه كمان الجزر. بقطعه زي ما انتم شايفين حلقات سميكة شوية، وهقول لكم ليه قطعته كده. وبعد كده ببدأ ان انا اجيب حبتين من البيض او حسب عدد افراد الاسرة. ببدأ أحط كل المكونات اللي عندي اللي هي الجزر مع الفلفل الألوان مع الفلفل الأخضر وكمان الزيتون. كلها حاجات مفيدة وفيها بيتا كاروتين وفيها فيتامين سي مهمة جدا كمان، لأن فيه فيتامين ايه مهم للبشرة ومهم للجلد. بحط كمان فصين من الثوم، وبحط كمان حبتين البيض، وممكن أضيف كمان بصل حلقات أو بصل أخضر. وضفت هنا الفلفل الأسود والملح، وممكن أضيف كزبرة ناشفة، وضفت كمان شوية من البابريكا. بقلب كل المكونات دي كلها مع بعض، وبعد كده بضيف مكون كمان اللي هو معلقة من البقسماط. دي هتدي تماسك للبيض وفي نفس الوقت هتديله طعم حلو جدا. بحط الفلفل الألوان على النار على طاسة فيها معلقة من الزبدة، وببدأ أحط كل المكونات اللي عملتها داخل الفلفل. وما تستغربوش لو خرج بعض المكونات خارج الفلفل، مش مشكلة، هقول لكم هنعمل بيها ايه دلوقتي. وبعد ما بدأت ان انا احط كل المكونات داخل الفلفل، هبدأ اغطيه عشان يبدأ البخار يسويه من فوق. اول ما سويته من فوق ببدأ اقلبه على الجنب التاني عشان ياخد اللون الاحمر الجميل. خلاص كده استوى. هبدأ اقلبه على الجنب التاني، وزي ما انتم شايفين طلع في منتهى الجمال. هخرجه بقى من الطاسة وهبدأ اقسمه الى 4 اجزاء حسب الاربع انواع من الفلفل اللي انا حطيتهم في الطاسة. لو حاطة 6 يبقى اقسمهم على 6. هاخد بقى المكونات اللي حوالين الفلفل دي وهقول لكم هنعمل بيها ايه دلوقتي. اول حاجة ان انا بجيب فصين من الثوم عشان اعمل مكرونة مسلوقة، وهبدأ احط عليهم فلفل حار، وهبدأ احط عليهم معلقتين من صوص الطماطم. بعد كده هضيف لها المكرونة المسلوقة زي ما بنسلقها بالطريقة المعتادة، بس هضيف عليها مكون كمان وهو البسلة عشان تزود القيمة الغذائية. خلاص حطيت المكرونة ومعها البسلة، هبدأ أضيف عليها بقى ايه الصوص الطماطم مع الثوم مع الفلفل الحار. وهضيف كمان عليها بواقي البيض اللي انا خدته من حوالين الفلفل. زي ما انتم شايفين اصبح الفلفل جواه البيض بشكل جميل جدا. وابدا اضيف عليه كمان البقدونس بيزود القيمه الغذائيه، وضفت كمان شويه من البقدونس على المكرونه. ايه رايكم؟ وجبه كامله متكامله فيها كل العناصر الغذائيه، ما كلفتنيش اي حاجه، وطعمها في منتهى الجمال. جربوها وعلى مسؤوليتي، وان شاء الله لو جربتوها مش هتفكروا تاكلوا لحوم تاني. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم ونال رضاكم، واشوفكم الفيديو الجاي على خير باذن الله. دمتم بصحه وعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.